جاي لك النهارده وللأسف عندي خبر يخوف. الاقتصاد العالمي حرفيا على حافة الهوية، داخلين على مرحلة كساد أو ركود. عشان تعرف يعني ايه كساد أو ركود لازم ترجع للتاريخ. اتفرج مثلا على الأرقام اللي حصلت في الكساد في 1929. ده كان بيسموه Great Recession أو الكساد العظيم. تقريبا في حوالي 9000 بنك فلسوا و15 مليون واحد فقدوا شغلهم. الكساد يعني مصانع بتقفل، يعني الناس بتسيب شغلها، يعني الناس بتبطل تشتري. في الأزمة الاقتصادية في 2008 في حوالي 22 تريليون دولار خسائر على مستوى العالم. في حوالي 9 مليون واحد فقدوا شغلهم. وأخيرا في الركود اللي حصل في 2020 بسبب أزمة كورونا، اللي أدى تقريبا أن الاقتصاد العالمي ينكمش بنسبة 3.5%. للأسف كل المؤشرات اللي موجودة حاليا بتنذر العالم بأن في أزمة اقتصادية داخلة علينا. معدلات فايدة عالية، معدلات بطالة عالية، وإجمالي الناتج المحلي بيقل. ازاي اقدر اتحوط ضد الازمة دي، او اعمل ايه بالظبط عشان اعدي الازمة دي على خير؟ حاول قدر الامكان انك انت تدخر اكتر ما بتصرف. حاول تدخر فلوسك دي في اصول ثابتة زي الذهب او العقارات مثلا على سبيل المثال. خليني اخيرا افاجئك واقول لك ان اللي بيعمل فلوس حقيقي بيعملها وقت الازمات. فانت لو اشتريت لك كام سهم من اللي بيقعوا في البورصة اليومين دول، ولا ابتديت تخش في صناديق الاستثمار عشان تستثمر فيها وهي بتقع، فده حرفيا وقت ذهبي للشراء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك وشير عشان يوصل لناس اكتر.